الفيلم بيبدأ في مستعمرة النمل اللي بيعيش في جزيرة وبيجمع الأكل في فصل الصيف، وبنشوف أتا أميرة النمل اللي بتبقى متوترة وخايفة عشان ممكن ما تلحقش تجمع الأكل للجراد، فبتهديها الملكة الأم وبتنصحها ما تقلقش لأن الجراد بيجي ياكل ويمشي على طول. وفجأة بتطلع الأميرة الصغيرة دوت من الخندق وبتحاول تطير، لكن مامتها بتمنعها من الطيران لأن أجنحتها لسه ما كملتش. وبتظهر النملة فيليكي اللي بيستخدم آلة عشان يجمع بيها الحبوب بكميات أكبر وبطريقة أسرع، وبسبب الآلة دي بيقع على الأميرة أتا فرع شجرة، بيروح لها فيليك وبيعتذر لها على اللي حصل ويفرجها على الاختراع بتاعه. لكن أتا متبقاش مهتمة باللي بيقولوا، بتقوله إن هما مشغولين في تجميع الأكل من الجراد. فبيحاول فيليك يوريها اختراع تاني زي التلسكوب عشان يراقبوا بيه عملية جمع الحبوب، لكن مساعدين الأميرة بيستهزئوا بيه وباختراعاته وبيأمروه يجمع الحبوب نفس الطريقة بتاعتهم. فبيحزن فيليك وبيمشي هو يائس، لكن بتجري وراه دوت وبتحاول تواسيه وبتعترف له إن هي نفسها تكبر عشان تقدر تطير بجناحاتها. فبيديها فيليك مثال على صخرة أكنها بذرة وبينصحها إنها تدي وقت لنفسها عشان هي لسه صغيرة. وفجأة بيسمعوا صوت البوق كإنذار عشان الجراد وصل، فبيجري كل النمل وبيحطوا الأكل اللي جمعوه على ورقة شجرة وبينزلوا يستخبوا جوه المستعمرة. وبيجري فيليك وبيحط الأكل اللي جمعه، بس الاختراع بتاعه بيخبط في صخرة وبيوقع كل الأكل اللي النمل جمعه. ولما فيليك بيحاول يلحقه ما بيقدرش وبيقع الأكل كله في المية، وبيجري بسرعة على المستعمرة عشان يبلغ الأميرة أتا، لكنها مبتدروش فرصة يتكلم لأنها متوترة. وفجأة بيتخضوا كلهم لما بيسمعوا الجراد وهو بيسأل عن الأكل، فبيحاول فيليك ان اللي حصل ده مجرد حادث وما كانش قصده. وبيدخل عليهم الجراد في المستعمرة وبيخوف كل النمل، وبيروح ملك الجراد وبيسأل عن الاكل، فبتحاول أتا تفهمه ان الاكل كان موجود، وبيرد عليها باستهزاء وبيقولها ان الاكل لو كان فوق ما كانش هو نزل لمستواهم تحت الارض. وبيفكرها ان النمل بيجمع الاكل للجراد عشان يحميهم من الكائنات المتوحشة، وبيفهمها ان طبيعة الكون ان النمل يجمع الاكل والجراد ياكله. اخوه هوبر بيغلط وبيقوله ان الطيور بتاكل الجراد، فهوبر بيضربه عشان يسكت. وبتستعطفه الملكة الأم لأن المطر قرب يجي وهما ما جمعوش أكل ليهم، فهوبر بيفكرها بالاتفاق اللي ما بينهم وإن هو كده مش هيقدر يحميهم من الحشرات اللي عايزة تاكلهم. وبيخوف الأميرة دوت بجرادة متوحشة، لكن بيطلع فيليك وبيتحدى هوبر وبيدافع عنها. وبسبب اللي فيليك عمل، هوبر بيضيع في الإتاوة إن هو هيرجع آخر الموسم لما آخر ورقة شجر تقع، وبياخد باقي الجراد وبيسيبوا لمستعمرة النمل وبيطيروا. وبتحكم الأميرة أتا هي ومساعدين بتوعها على فيليك بالحفر لمدة شهر في النفق. بتيجي الفكرة لفيليك وبيعرضها عليهم الفكرة دي ان هو يتطوع ويسافر المدينة، وهناك يطلب المساعدة من الحشرات الضخمة عشان تيجي تحارب الجراد معاهم. فبتوافق الأميرة هي والمساعدين بسرعة على طلبه عشان يمشوا ويخلصوا من فشله وعشان يلحقوا يجمعوا الأكل للجراد. وتاني يوم بيجهز فيليك نفسه للسفر وبيبدأ رحلته، وبيودعوا نملتين صغيرين ومعاهم دوت اللي بتشجعه وبتتمنى له الحظ الموفق. وبياخد فيليك فرع زهرة وبيطير بيه للناحية التانية وبيعدي من النهر الجاف. وفي المدينة بنشوف مجموعة من الحشرات وهي بتقدم عروض في السيرك، لكنهم بيفشلوا يبهروا الجمهور، وكمان بيولعوا في المدير بتاعهم اللي بيرفدهم من الشغل. وبيوصل فيليك للمدينة وبيفضل يتفرج على الحشرات وهو منبهر، وبيدخل على مطعم وبيحاول يطلب المساعدة من أي حشرة في المكان. وبتبقى موجودة فرقة السيرك على ترابيزة في نفس المطعم وبيودعوا بعض عشان هينفصلوا. وأثناء ما كانوا بيتكلموا بيدخل عليهم مجموعة من الدبان وبيتخانقوا معاهم، فحشرات السيرك بيقدموا لهم عرض ان هم محاربين واقوياء وشجعان، وبيتزاحموا وبيطلع فيليك من بره المطعم وبيعرفش يتفرج. وبيجري ممثلين السيرك من الدبان وبيحركوا المطعم اللي بيبقى عبارة عن علبة صفيح، وبيروح فيليك يشوفهم وهم واقفين في مشهد كأنهم منتصرين، فبينبهر بيهم جدا وبيحييهم. وساعتها حشرات السيرك بيفتكروه ان هو مكتشف مواهب، وبيطلب فيليك منهم المساعدة منهم عشان الجراد بياخد اكلهم، فبيوافقوا بسرعة على طلبه وبيجروا عليه وبيطلبوا منهم يحكي لهم التفاصيل في الطريق. وبيطيروا كلهم على جزيرة النمل، وفي الطريق بيحكي لهم فيليك ان هو انبهر بأدائهم وهما بيحاربوا الدبان، وبيقول لهم ان هو متأكد ان الجراد هيحصل فيه كده واكتر من كده كمان. وبيبصوا لبعض وهما مستغربين وبيفهموش هو يقصد ايه. واثناء ما النمل بيجمعوا الاكل فواحدة بتقع من التعب، فبينادوا على الدكتور عشان يساعد، وبيجي مساعد الأميرة وبيعرفهم ان مفيش اكل على الجزيرة ومش هيعرفوا يضاعفوا الإتاوة، وبتقع دوت على شجرة
الشجرة وبتستنى فيليك وهي بتبص من التلسكوب اللي هو اداهولها. وفجأة بيرجع فيليك هو والحشرات اللي معاه، وبيخاف النمل وبيستخبوا لما بيسمعوا صوتهم، لكن فيليك بينادى عليهم وبيعرفهم ان الحشرات دي هي اللي هتساعدهم. فبيفرح النمل وبيتفاجئ من اللي فيليك عمله، وبتجري عليه دوت وبتأكد له ان هي كانت عارفة ان هو هينجح. وبيعرف فيليك الحشرات على الأميرة أتا اللي بتتناقش مع المساعدين، وبتقول لهم ان اللي بيحصل ده غلط لانهم مش بيحاربوا الجراد. وبتحس الفرقة ساعتها ان الوظيفة بتروح منهم. بيطلع فرانسيس وبيقول لهم ان الفرقة بتاعتهم هتقدم عرض وهيخلي الجراد يتفاجئ، وبيحتفل بيه كل النمل وبيسقفوا لهم. وبتحاول الملكة الأم تهدي الأميرة أتا وبتهنيها لأن رأيها كان صح في فيليك. وبيقدم مسؤول مسرح النمل عرض مسرحي للحشرات، واللي بيعرضوا مجموعة نمل صغير، وفي العرض ده بيموت الجراد وكمان المحاربين ومجموعة من النمل عشان الباقي يعيش. وطبعا بتنصدم حشرات السيرك وبيتكلموا مع بعض عشان يهربوا قبل ما الجراد يوصل، وبيطلبوا من فيليك يتكلموا في مكان بعيد وبيعرفوه ان هما مجرد حشرات سيرك. فبيتفاجئ فيليك وبيسألهم هما ليه معرفوهوش، لانه كان مفكرهم محاربين. فبيردوا عليه وبيقولوا ان هو اللي كذب عليهم لانه ما قالهمش اي حاجة عن اكل الجراد. فبيحاول فيليك يقنعهم يفضلوا يساعدوه او يموتوه عشان محدش يلوم على اللي هو عمله. وفجأة بتنادى عليه آتا من بعيد وبتقوله انها لازم تحضر الاجتماع ده، لكن فيليك بيقول لها ان ده اجتماع سر المحاربين. ولما حاول فيليك يمنعهم عشان ما يمشوش، فبتشوفهم دوت وبتحاول تطير زيهم، لكن بتقع على فرع زهرة وبياخدها وبيطير. وبتحاول حشرات السيرك تتخلص من فيليك اللي بيبقى متعلق فيهم، لكن بيشوفهم طائر وبيطاردهم، فبيجروا كلهم عشان يهربوا منه. وبتنادي دوت على فيليك عشان ينقذها، وبتوصل أتا مع الملكة الأم والمساعدين، وبيشوفوا دوت وهي بتقع وبينقذها فرانسيس، ويفضل يطاردهم الطائر. وبيحاول الدودة يلهي الطائر عن فيليك، وباقي الحشرات بيروحوا ينقذوا فرانسيس ودوت، وفعلا بيقدروا ينقذوهم وبيستخبوا من الطائر ما بين أغصان الشجر. وساعتها بيسقف لهم كل النمل على شجاعتهم وينقذهم من الأميرة دوت. وبتعتذر أتا لفيليك على عدم ترحيبها بالمحاربين لأنها كانت فاكراهم مجرد حشرات سيرك، وبتعرفوا ان مهمتها صعبة عشان تبقى ملك وكل المستعمرة مستنياها عشان تفشل. وبتعتذر له انها كانت سخيفة معاه، وبتعرض عليه يكون مساعد الملك الرسمي لمجموعة الحشرات المحاربة. وبالصدفة بتعرفوا ان هوبر والجراد بيخافوا من الطيور، فبيروح فريق لحشرات السيرك وبيعرض عليهم ان هما يصنعوا مجسم طائر ويتحكموا فيه من جوه ويرفعوه فوق الشجرة. ولما هوبر والجراد يجوا عشان ياخدوا الاكل هيطيروا بالطائر، وساعتها هوبر والجراد هيخافوا ويهربوا ومش هيرجعوا تاني لمستعمرتهم تاني. وبتؤمر أتا كل النمل ان هم يتعاونوا عشان يحولوا الخطة دي الحقيقة، وفعلا بيبدأوا يشتغلوا على مجسم الطائر ومساعدة الحشرات، وبيقدروا يخلصوه وبيخبوه فوق الشجرة. وفي مستعمرة الجراد بيقترح مساعدين هوبر ان هما ما يروحوش تاني للنمل عشان المطر، وبيشجع اخوه الطيب عشان يروح يقول، لكن هوبر بيرفض فكرتهم وبيعرفهم ان في نملة تحدته وانه لو سكت لهم كل النمل هيقف في وشه وساعتها مش هيلاقوا ياكلوا. وبيفهمهم ان هو مش هيرجع للنمل عشان الحبوب، لكنه هيرجع بسبب النملة اللي تحدته. وبيطيروا عشان يروحوا مستعمرة النمل. وبنرجع لفيليك والنمل اللي بيبقى بيحتفل بسبب الانجاز اللي عملوه. وبيروح فيليك للفريق وبيعرفهم ان هما ممكن يمشوا دلوقتي بس من غير ما حد ياخد باله، لكن حشرات السيرك بيعرفوه ان هما حبوا مستعمرة النمل جدا ومش عايزين يسيبوهم. وفجأة بتوصل عربية سيئها البرغوث اللي هو مدير السيرك، وبيعرفهم ان هو بيدور على فريق ممثلين اللي هم بتوعه اصلا. فبتحاول الحشرات دلوقتي انها تستخبى منه، لكن البرغوث بيشوفهم وبيبلغهم بكل حماس ان العرض الاخير اللي هم ولعوا فيه حقق نجاح عظيم جدا. وبينصدم كل النمل لما بيعرفوا ان الحشرات ديت اللي هي هتنقذهم مجرد مهرجين في السيرك. ولما الاميره أتا بتسالهم عن الخطه اللي هم حطوها عشان يحاربوا الجراد بيعرفوها ان هي خطه فيليك. فبتتدخل الملكه الام وبتؤمر الفرقه ان هم يمشوا، وبتوعدهم ان هوبر والجراد مش هيعرفوا حاجه عن اللي حصل. وبتتهم فيليك ان هو فضل نفسه على المستعمره كلها لانه كذب عليهم. وبيحاول فيليك يدافع عن نفسه وبيقول له ان هو كان عايز ينقذهم من الجراد، لكن الاميره أتا ما بتدلوش فرصه وبتطرده من المستعمره وبتأمره ما يرجعش تاني. وفعلا بيمشي فيليك مع الفريق وهو حزين ومتضايق بسبب اللي حصل. وبتقرر أتا هي والنمل ان هما يكملوا في تجميع الاكل للجراد. وتاني يوم الصبح بتقع اخر ورقه شجر وبيوصل
بيوصل الجراد لمستعمرة النمل، وبيتضايق هوبر لما مبيلاقيش كمية الأكل اللي هو طالبها منهم، فبتحاول أتا تفهمهم إن الوقت ما كانش كفاية. بس هوبر ما بيقتنعش وبيقول لهم إن مفيش نملة هتنام إلا لما يجمعوا كل الأكل اللي على الجزيرة. وبتهرب دوت مع مجموعة نمل صغيرين وبيستخبوا جوه شجرة وبيسمعوا الجراد وهما بيقولوا ان هوبر هيموت الملكة بعد ما ياخد كل الاكل. فبتخرج دوت بسرعة من الشجرة عشان تروح لفيليك، لكن واحد من الجراد بيشوفها وبيطاردها لحد ما بيوقعها من فوق صخرة. بس دوت بتقدر تطير وبتعدي للناحية التانية من النهر وتروح لفيليك اللي بيبقى قاعد في عربية السيرك وهو حزين، وبتحكي له كل حاجة عملها هوبر وعصابته، ولما هما يخلصوا هيقتلوا مامتها الملكة. لكن فيليك بيرفض يرجع للمستعمرة لأنه هو اللي اداهم الأمل، فبيتشجع فيليك وبيربطوا البرغوث في عربية السيرك، وبالليل بيروحوا لمستعمرة النمل بالعربية. ولما هوبر بيسألهم هما هنا ليه بيعرفوه إن الأميرة أتا هي اللي دعتهم عشان يحتفلوا. وبتبدأ حشرات السيرك العرض وبيضحك عليهم هوبر وكل الجراد، وفي نفس الوقت ده بيطلع فيليك مع النمل الصغير فوق الشجرة وبيروحوا للطائر المجسم. وبتاخد فرقة السيرك الملكة الأم كمتطوعة في عرض السحر وبيخبوها جوه ظهر الخنفسة. اما فيليك هو والنمل الصغير بيقدروا يطيروا بالطائر ويخوفوا كل الجراد، وبيمثل النمل ان هم خايفين. وكمان الطائر هجم عليهم وبالغلط يخبط فيليك في عربية السيرك وبيخرج منها البرغوث وبيولع عود كبريت وبينط في الهواء وبيولع في مجسم الطائر. وساعتها بيضطر فيليك ينزل بسرعة على الأرض بالطائر عشان ينقذ دوت وكمان النمل الصغير. ولما هوبر بيشوف اللي حصل بيتضايق وبيمسك دوت وبيسألهم مين صاحب الفكرة دي، فبيرد عليه فيليك وبيقوله ان هو صاحب الفكرة. وساعتها هوبر بيخلي واحد من الجراد يضربه وبيحذر باقي النمل من التفكير لانهم اغبياء وموجودين بس عشان يخدموا الجراد. لكن فيليك بيقوم وبيتحدى هوبر تاني وبيعرفوا ان النمل عمل حاجات ناجحة وعظيمة، واللي بيعرف يأكل نفسه هو القوي مش الضعيف، وان الجراد عارف ان هم اقوى منهم بكتير. فبيضربوا هوبر وقبل ما يموته بتتدخل اغا وتنقذه وبتهدد هوبر وبتقوله ان النمل هو اللي بيجمع الاكل وهو اللي هيحتفظ بيه. وساعتها النمل بيتحد ومع الحشرات وبيهاجموا الجراد اللي بيخاف وبيهرب، وكمان بيقدروا يمسكوا هوبر وبيحطوه في مدفع السيرك. لكن المطر بينزل وبيستخبوا كلهم من قطرات المية وبيقع الخنفسة على المدفع وبيخرج هوبر اللي بياخد فيليك وبيطير بيه. لكن الأميرة أتا بتهاجمه وبتاخد فيليك اللي بيطلب منها توديه لمكان معين. ولما هوبر بيروح وراهم فيليك بيستدرجه لعش الطائر اللي بيمسك هوبر وبيأكله لأولاده. وتاني يوم بيستخدم النمل اختراع فيليك في تجميع الحبوب وبيودعوا حشرات السيرك وبيشكروهم على مساعدتهم وبيسقفوا كلهم لفيليك على انجازات اللي عملها. وبتستلم اغا عرش مكان مامتها وبيقفوا كلهم بيودعوا فريق السيرك. وفي النهاية لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناة عشان يوصلك كل جديد.